عايزين نعمل المهارة دي ان انا اقف على اي خلية يلون لي السطر والعمود. ممكن نعملها ان احنا نستخدم رو بيساوي سيل رو، او كولوم بيساوي سيل كولوم، او نكتب الاتنين مع بعض في امر واحد زي ده. ده او ده بتساوي ده او ده، الاتنين يعني اور دالة اور، كولوم بتساوي كذا في كولوم، ورو بتساوي سيل رو في الكونديشنال فورمات. ونيجي نحط كود على التيب اللي هي بتاعة اللي موجود عليها اللي فيها الجدول ده، ونكتب جواها في زي ما هنشوف يعني سبق وعملنا الموضوع ده في الابليكيشن كالكوليت او تارجت كالكوليت. تعال نشوف الموضوع ده هنعمله ازاي. انا هنسخ الكود ده كوبي، وابدا اطبق بقى الفكره على كله على بعضيه كده. اقول اول حاجه اسلكت اللي انا عايز اطبق عليه الفكره دي، conditional format new rule use formula. اكتب الفورمولا اللي انا لسه شارحها دلوقتي، اعمل فورمات، اعمل فيل باي لون، ممكن اعمل بوردر، اختار اللون الاول واختار اوت لاين بالمنظر ده واقول اوكي واقول اوكي. طبعا انا عامل كود، فطبعا بيتحرك اهو زي ما انت شايف الدنيا بتظبطها اهي. ليه؟ لان هنا عامل كود اوريدي اللي انا كاتبه الفيو كود كده application.calculate، مختار ومسيب الملف enabled macro، يعني فايل save as excel macro enabled worksheet في التايب، واسجل هو امتداده XLSM، واسجل بالطريقه دي. هو متسجل قبل كده. بكده انا بعمل المهاره دي.